السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنقدم معكم هاد الكيكه الرائعه اولا بسبوسه على شكل كيكه بالسميده. كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه. اهم حاجه انها اقتصاديه وغير بيضه وحده، كتجي رائعه. نتمنى تبقاو معايا الى اخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالها. غنبداو بسم الله على بركه الله بالمكونات. اول حاجه عندي حبه ديال البيض، قبيصه ديال الملحه، ونص كاس ديال السكر سنيده اولا السكر حبيبات، ساشي ديال الفاني. غنخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى تذوب ليا سنيده اولا السكر سنيده. وعاد غنزيد عليهم نص كاس ديال الزيت المائده. غنخلط عاوتاني المكونات وغنزيد عليهم كاس ديال الحليب بطبيعه الحال، نفس الكاس اللي عبرت به الزيت السكر هو اللي غنعبر به الحليب، غير هنا غندير كاس ديال الحليب مملوء. هنا غنزيد جوج ديال الكؤوس ديال السميد الناعم اولا السميده ديال البغرير. غندير جوج ديال الخمارات، وغندير واحد المعلقه مملوءه ديال الحليب بودره اولا الحليب ديال النيدو. بالنسبه للحليب كيبقى اختياري، كيعطي واحد الهشاشه في اي نوع ديال الكيكه اولا في البسبوسه رائعه. الا جربتوه غتحسوا بالفرق، كيجي زوين. هنا راه درت الخليط ديالي شويه هكا سائل، ماشي زعما جا عاقد. بما انا دهنت اللاطه ديالي اولا هاد الصينيه اللي غندخل الفران اللي غندير فيها الكيك، وغندردر عليها هكا السميده. مهم هكا مزيان حتى ما يبقى ليا حتى جنب هكا بلا سميده. هنا راه غنلقى الخليط ديالي راه بدا كيتغير القوام ديالو. كيف ما كنعرفوا راه السميده بالزربه هكا كتعقد. شوفوا كيفاش ولا هكا القوام ديالها. صافي غنحطها في هذا المول ديال الكيك. بالنسبه للفرن غنديرها في فرن اللي يكون بارد تماما. غندخلها وعاد غنشعل الفران على درجه الحراره 180. بالنسبه للفران كيكون درجه الحراره متوسطه، وغير العافيه كتكون غير من التحت الفوق لا. كنخليها حتى كطيب، كتبان لي راها طابت، راه كطيب تقريبا في 20 حتى ل 25 دقيقه. صافي وعاد نشعل عليها الفوق باش هكا تعطيني هذاك اللون الذهبي، واللون هكا يكون زويون ومحمر. مباشره من بعد ما خرجتها مباشره دهنتها بهذا المربى ديال المشماش، كيكون هكا شويه القوام ديالو سائل. كتشرب لينا وكتعطي واحد المذاق زوين، كتجي رائعه. وغندير عليها من الفوق هكا يعني هكا للتزيين غندير عليها الكوك. تقدروا تزينوا باي حاجه متوفره عندكم، راه كتجي رائعه. هنا غنزينها بهاد الفواكه المعسله اولا هاد لي فخوي غوج هكا اللي معسلين. اللي بالنسبه هاد المؤسلات كيتباعوا عند اي واحد تيبيع هكا اللوازم ديال الحلويات، وكتجي بهذا الشكل. انا نقطع معكم هنايا الكيكه ديالي من الداخل ونوريكم كيفاش كتجي. راه كتجي طالعه وكتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه، يعني راه كتجي ما تشبعوش منها. هذا هو الشكل ديالها من الداخل. شوفوا كيفاش كتجي زوينه وكتجي طريه. هذاك الحليب البودره اولا نيدو كيعطيها واحد الطراوه، كتجي رائعه. كتجي واحد البسبوسه خفيفه بزاف ولذيذه. بالنسبه للارتفاع ديالها شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي عاليه شويه وطالعه، يعني بيضه وحده وكتجي بهذا العلو. راه كتجي رائعه. نتمنى تجربوها، ونتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وتخليو لي التعاليق ديالكم الا جربتوها بطبيعه الحال. وغنخليكم هنايا الى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.